نهضروا في الحيوان. واش نعرف انا السبع كي يكبر يعزلوه يجي يروح واحد يموت اخر وحده عليه، بلو واحد يموت كوستو وحده. يروح يروح واحد وحده يموت. يموت. صح. شفنا أين كان مبابي؟ الولد الصغير هذاك البوبون هذاك اللي لعب لنايا من جهه اسبانيا يامال بان العجب بان ولد صغير هو كان رجل المباراة اليوم. يبوجي يحرك يديف هو ميم با يديفوندي نعم. واقف شغل واحد لابس كوستيم شباب غير معني، غير بالك معني. تقيسوا الشتاء ولا الماء ما بالعقل شنو الفوتبال هذايا. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عبد المنعم الرجاء. الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. اليوم سنتحدث في هذا الفيديو عن الإعلام الجزائري. يقف افتخارا بالمغرب يامين يامال بن شيخ الجزائر، دولة فقيرة كروية، والمغرب فخر العرب. السيد هضروا عليه كثر من اللي او يلعب، يعني نعرفوا بلي سي ان غرون جوار عنده دي كاليتي، بصح واش راهم يهضروا عليه اكثر من اللي راه يلعب. أن الماتادور الإسباني يذبح الديك الفرنسي ويتأهل إلى المباراة النهائية. إسبانيا تقهر فرنسا وتصعد إلى نهائي اليورو لتكون المباراة النهائية المنتظر غدا. موقعة كبيرة أخرى بين إنجلترا وهولندا، لكن قبل هذا وذاك دعونا نتحدث عما حدث اليوم. فرنسا دخلت وهددت وسجلت، ثم إسبانيا عادت وتعادلت، ثم سجلت الهدف الثاني وفازت في نهاية المطاف. كرة قدم جميلة قدمها لنا دي لا فوينتي. هذا الرجل يستحق كل التحية، يستحق كل الاحترام في زمن التيكي تاكا، في زمن التكتيك، في زمن التضييق، في زمن ضاقت فيه المساحات وأغلقت فيه الثغرات. خرج لنا دي لا فوينتي، هذا الرجل الذي يعتمد على كرة قدم مبنية على الفنيات، مبنية على الجماليات. كرة قدم اشتقنا أن نشاهدها بكل صراحة. إسبانيا متعتنا خلال هذا اليورو وتستحق أن تصل إلى المباراة النهائية. بن شيخ، اليوم انتصرت كرة القدم ولم تنتصر إسبانيا على فرنسا. كرة القدم هي اللي ربحت. لا بروف شوف الاسبان لا بوسيسيون دو جو يرالونتيو كي يحبوا، ياكسيليريو كي يحبوا، se retrouve tactiquement beaucoup plus fort que la France et se retrouve parfois à des triangles pour la solution troisième personne لا كاتريام بيرسون اللي تخرج لوت كوتي. شفنا كل شيء تمتع كرة القدم. اللي يحب كرة القدم فريمون اسبانيا متعتنا وتبارك الله. نعم، أعطينا أهداف المباراة نشاهدها سويا لنعرف ماذا حدث خلال هذا اللقاء، ثم سنحلل ونفصل مع محللينا الأفاضل. إذن الهدف الأول للمنتخب الفرنسي بعد سوء تقدير للكرة هنا من أكساس، توزيعة من مبابي وكولومواني يستقبل الكرة برأسية، يسجل أول أهداف المنتخب الفرنسي. نعم محمد، أولا المنتخب الإسباني حقيقة يستحق هذا الفوز بعد ما دخول المنتخب الفرنسي في الدقائق الأولى، في 10 دقائق الأولى سجل الهدف الأول على طريقة رأسية، توزيعة من مبابي، هدف جميل. أنا نظن باللي المقابلة هذه شفنا كل شيء فيها، تضييع الفرص، تسديد نحو المرمى، شفنا تكتيك من جانب الفريقين. من ضمن المنتخب الإسباني يستحق هذا الفوز. ولماذا أنت حزين؟ لا ماشي حزين، علاش حزين؟ راك تبان حزين أمين. لا جامي. ماكش حاك فرحان بتأهل إسبانيا؟ بيان سور، علاش؟ المظهر تاعك يظهر بأنه كنت ناصر فرنسا أمين. ناصرت فرنسا لذلك أنت حزين. ماشي حزين، نو، أنا كي نقول لك ناصرت فرنسا ماشي معناتها نزعف. لماذا بيت نورمال كانت تفوز فرنسا. كيف تناصر منتخب لم يقدم أي شيء في هذه الدورة؟ كيف تناصر منتخب لا يلعب كرة قدم أمين؟ أنت بالنسبة لك اليوم تتحدث على منتخب اللي فاز بكأس العالم، ذهب إلى نهائي كأس العالم، نهائي كاس اليورو، بالسوبر واسمها اللي فاز بها في 2000 ذكرني 22 يعطيك صحه 21 دور الامم. انا نظن باللي المنتخب هذا قوي، لكن لا يقدم كرة قدم أمين. بربي ما شجعتش انا جورجيا اول خطره ماشي قال لك انتصرت كرة القدم. لا، اللي يلعب كرة القدم هو اللي فاز. شوف انا تكلمت لك في الحصه الماضيه، قلت لك باللي اسبانيا احسن منتخب. انا اللي عجبوني ليا من ناحيه اللعب، من ناحيه الفنيات، المنتخب الاسباني والمنتخب السويسري.
هذو هما من ناحيه المتعه. نعم. ومن بعد هذه كره قدم تقدر في مقابله محمد نضلوا نقولوا باللي كره قدم ماشي علم دقيق. تقدر سيفري تقدر تلعب مليح كيما اليوم اسبانيا لعبوا مليح فازوا، تقدر تلعب مليح وما تفوش. نظن المنتخب الفرنسي اليوم هذا لي مباراة واحدة قدمها المنتخب الفرنسي تعتبر في هذه الدورة. نعم مباراة اي مقابلة ديجا ما قدم حتى مباراة. ديجا اول هدف مصنوع اللي سجلوا المنتخب الفرنسي. كل اهداف واهداف عكسيه وركلات جزاء. انا كنت نقول لك كرة قدم اليوم تغيرت، مقابل كرة قدم ولات كثير تعتمد على التكتيك. فرنسا تستحق الخروج. لا في هذه المقابلة نعم تستحق الإقصاء وتستحق الخروج. ندمت على تشجيعك للمنتخب الفرنسي الذي لا يقدم لك أي شيء. لا محمد ندمت أمين. لا ما ندمتش. اعترف أمين، اعترف بأنك ندمت لتشجيع هذا المنتخب الذي لم يقدم أي شيء. بلاصتي محمد ما كانش منها. اليوم الحقيقة المنتخب الإسباني يستحق التأهل إلى النهائي. شوف الناس اللي شجعت إسبانيا كيف الوجوه النيرة. تكلمنا على المنتخب الإسباني. انت حبيت كرة القدم وليس انت حبيت بزاف تدخلني في واحد الطريق باللي انايا اليوم المنتخب الإسباني أول ديجا منتخب يفوز ب6 مقابلات. صح. تسمى دونك هذه ماشي قال زعما زهار ولا بلا شونس ولا هذا عامل قام به المدرب باش كانت النتيجة لحقت حتى النهائي. دونك انا ماني حزين ما والو. سي فري كنت حاب المنتخب الفرنسي يروح الى النهائي باسكو سي فري بالك ما يلعبوش مليح، عندهم فلسفه عندهم كذا. مي خويا باش تقول لي منتخب باسكو كل منتخب عنده فلسفه. كاع يلعبوا في المنتخبات هذو اللي متاهلين الى اليورو كاع يلعبوا كيما المنتخب الاسباني. خلينا نشوفوا الوجوه المبتسمه. شوف فوزي وجه مبتسم، شجع اسبانيا منذ البدايه ورشح اسبانيا. كنا نهضروا على المنتخب الفرنسي، منتخب قوي بالفرديات وبالكتله الدفاعيه اللي يلعبها، ولكن اليوم شفنا باللي منتخب فرنسا سجل الاول وما قدرش يشد في النتيجه ولا تخلوه هو للشك. بصح اليوم الحاجه الايجابيه في الاسبان في هذه الدوره كي عاود يولي في النتيجه ويلعب كره ممتعه ما يتلقاش اهداف كثيره محمد، ولاو كاع يدافعوا. الحاجه الايجابيه في المنتخب الاسباني ماشي كيما كانوا زمان يتلقاو اهداف ولكن ما يفوز بصح يتلقاو. اليوم نشوفوا كتله كاع يدافعوا ويهاجموا ويلعبوا. فوزي البعض رشح فرنسا للتأهل قبل هذه المباراة ليس لقوة فرنسا ولكن قال لأن المنتخب الإسباني لديه العديد من الغيابات. يعني بخيسوس نافاس لاعب في عمره 38 سنة على الرواق الأيمن في مواجهة مبابي. لونورمو غائب، لعب ناتشو اليوم في وسط الدفاع. محمد هذه غيابات قطع أساسية وغيابات مؤثرة. هذه في الحصة اللي فاتت محمد قالوها لنا هنايا احبابنا واصحابنا، وانا قلت لك ما نتكلموش على بن جابر وميدو، خليهم يجوا غدوه ان شاء الله. قلت لك كاين بدلاء راهم في الدكه تاع البدلاء، كاين يدخل يقدر يجيب زياده. سبحان الله. هذا منتخب فرنسي عنده 24 ولا 25 لاعب. ما تقدرش انت منتخب كاسبانيا اليوم تقول انت تبليسه كارفاخال ليكيب تحبس. انا قلت لك بان الغيابات لن تكون مؤثره. لماذا؟ قياسا بمواجهه اسبانيا مع المانيا شاهدنا المنتخب الاسباني في الاشواط الاضافيه مع المانيا يفوز عليهم ويسجل عليهم في عقر دارهم وامام جمهورهم بالفريق الاحتياطي، بالفريق الثاني كان خرج ويليامز وخرج يامال، ومنتخب اسبانيا يقدر يسجل. لذلك قلنا بانه منتخب اسبانيا عنده فلسفه لعب، عنده تشكيله، ودي لافوينتي يقدر بلاعبين ما عندهمش اسماء كبيره يصنع كره قدم جميله. تفضل امين. دعني اقول لك اني سعيد جدا لكرة القدم، للناس التي تذوق كرة القدم، الناس الذواقة لكرة القدم، لأنه كرة القدم التي يلعبها المنتخب الإسباني هي كرة قدم تقنية حقيقية بسيطة في اتجاه واحد هو اتجاه المرمى، سواء كان ذلك استحواذ أو التحولات السريعة. أخص بذكر هذا أول مباراة ضد كرواتيا، هناك من تكلم ومن انتقد دي لافوينتي مهندس هذه المجموعة الشابة المتقنة لعملها. قال لك ماذا أتى دي لافوينتي بالمنتخب الإسباني؟ دي لافوينتي أتى بالاستحواذ على الطريقة البرازيلية الأرجنتينية، على طريقة غوارديولا، تيكي تاكا، لويس أراغونيس. دي لافوينتي أتى
التحولات السريعه كيف لا، والمنتخب الاسباني الذي فاز 3-0 ضد كرواتيا بطريقه لعب جديده لا يعرفها بتاتا هذا المنتخب الاسباني. دي لا فوينتي اتى بالثقه ليامال وويليامز، دي لا فوينتي اتى برودري تكتيكيا نقطة ارتكاز ثابتة، وهذا لم يعودنا بتاتا رودري أنه يلعب في نقطة ارتكاز. دي لا فوينتي أتى بكرة قدم عصرية حديثة لم نعرفها من قبل. دي لا فوينتي أخرج كرواتيا ب3-0، ربح ضد إيطاليا، ربح. كلنا كان من ينتقد يقول لك سوف نراهم ضد المانيا، لماذا لم يقولوا على فرنسا سوف نراها ضد بلجيكا؟ سي اطفال صغار قال لك سوف نراهم ضد المانيا. اخرج المانيا صاحبه الارض والجمهور، والان يخرج منشط نهائي كاس العالم 2022 واللي فائز بالنهائي 2028. دعني اقول لاكساس انه المنتخب الفرنسي استقبل هدف واحد، وتكلمنا في هذا البلاطو كم من مره انه المنتخب الاسباني دعه يلعب كرة القدم التي يعرفها العام والخاص، ودعنا نرى المنتخب الفرنسي ضد هذا المنتخب. المنتخب الإسباني استقبل هدفين في ظرف 5 دقائق أخي محمد، في 5 مباريات استقبل هدف واحد. هذا يلخص كل شيء، أن المنتخب الإسباني في توب البطل. نعم بالشيخ، ما زلت أقول وأكرر وأعيد بأن ديشو من أفضل المدربين في التاريخ من حيث النتائج، هذه لا يختلف فيها اثنان، ولكن من حيث الأداء هذا المدرب من أسوأ المدربين في تاريخ المنتخبات الوطنية. يعني بهذه الأرمادة من اللاعبين بكل هؤلاء النجوم لم يستطع أن يقدم لنا ولا مرة واحدة كرة قدم جميلة. يعني لا يمكنك أن تشاهد المنتخب الفرنسي وتستمتع باللعب. الأسطوانة التي تتكرر دائما يقول لك إذا حبيت المتعة روح للسيرك، لا، دي لا فوينتي أعطاهم درس. إذا حبيت المتعة أيضا تعال إلى الملعب، فيه متعة أيضا في الملعب. على كل حال هو قال اللي يحب المتعة يروح للسيرك، وحنا نقولوا 7 كي يشرف يقولوا له روح للدار. هكذا 7 كي يكبر يعزلوه حتى يروح وحده يموت، يروح هكذا. قال لك عليه 7 كي يشرف ولا يشرف يريح 7. لا ماشي كل ما يريحش. يقول لك الصيد ديالك صيد وهو كيفاش والو كي يشرف يريح صيد. مي احنا ماناش في هذا الباب، نهضروا في الحيوان. واش نعرف انا السبع كي يكبر يعزلوه يجي واحد اخر بلو كوستو يروح وحده يموت. صح. هذا قال لك يروح يشوف السيرك، هذا دوكا خلاص. شكون يتكلم؟ إلا دوني دي بونيرو فرونسي صح، يفو با ريكونيتي لا غاني كوب دي موند فينال كوب دوروب، مي خلاص انا بزو ان شاء الله يجي زيدان باش نشوفوا ان جو واحد اخر طريقه جديده. بون ما يفيدش هذا، ما يفيدناش. انا اليوم لونترينور هذا بلا ما تتكلم على لونترينور مليح ولا ماشي، سي لو جو لورغانيزاسيون جو اللي تتكلم على لونترينور. كل واحد فعله. واش انا نقولوا على ديجو؟ نقولوا ديجو يلعب اللور من جو معين، جا هدايا شوف المتعه دار استعمل لا تكنيك او سيرفيس دو كوليكتيف. الاورغانيزاسيون. شوف كل ما يكون حاكم باغ اكزومبل رودري يجي واحد من بصح لابال كي تحصل تروح للكاتريان طب كاع منظمين. تقول انت بلاي ستيشن سا سي ان اونترينور. انا وين نجي من اليوم نحييه باسكو نشوف انا هكذا الفوتبول. انا كي نشوف واحد كيما مبابي دار له نافاس خلاص اللي دروا نافاس حياته كاع هو يلعب اللي دروا سوا دار له نافاس. تقول لي باسكو يجري، مام كي يجري ما ينجمش يديفوندي كيما ديفونسور اللي يكون كيما تاع الريال واسمه كارباخال حيليم كدا كروشر. مي شوف المدرب لاتاكور رجعوه. صح عليك، كاين حاجه عنده واحد 6 سنين وهو يلعب اريا دروا نافاس في سيفي حتى عنده مده ما يمشي مع بيليغريني لما كبر شويه في السن رجع. يلعب في الكولوار. علاش يلعب في الكولوار؟ واحد اللي يلعب في الكولوار واش حب يقول يلعبوا الفرونسي، لان كيما كان واحد الوقت فهولي في فالونس يلعب في الكولوار بصح سي لو بلون ديفونسيف. تحطوا لمبابي 38 سنه 38 انا نضل نقول لك حاجه، سي اون ايكيب سوبر اورغانيزي منظمه كيما اي سورتو لو كالم. صح متقيين بروحهم الور كي بوكو جون يحط بالو شفت يوص باك يحط بالو اللي يلعب عنده لي سوليسيون بارفوا في لا لين دو توش مزيرين بصح يصيبوا الحل كيفاش يخرجوا. سا سي اون ايكيب هذه متعه.
انا ليا نقول لك صح ديسون جو لو ريسبكت ان طون كونترينور il a fait les beaux jours كيما يقول لك تاع فرنسا، ولكن انا اليوم بارفوا لي زونترينور يغلطوا. شحال مبابي جاز اكوتي دو لا بلاك، اليوم كان يكون رومبلاسون اليوم ويلعب لو جون هذاك باركولا، لان كي دخل كان يقلق في اسبانيا. علاش يبرين با سيت ريسبونسابيليتي؟ مبابي لأول مرة بوجه مكشوف تخلص من القناع، ولكن مستواه أيضا انكشف اليوم. مبابي شاهدناه هذا الموسم صراعات كبيرة مع إدارة باريس سان جيرمان، لم يقم بالفترة التحضيرية في بداية الموسم، كان يعاني من ألام على مستوى الظهر والساق، أيضا مع بداية الدورة أصيب في الأنف. يعني المصائب لا تأتي فرادى، المصائب تجمعت وحاصرت مبابي، لذلك شاهدناه بهذا الأداء السيء. أنا أمس قلت بأنه مبابي قدم لنا لا شيء، لم يقدم أي شيء في هذا الدورة، ومع ذلك بقي يلعب، والصحافة الفرنسية انهالت عليه بسيوفها بعد أول مباراة. احمد مبابي ما تكومباريش في الشامبيونات الفرنسي، الشامبيونات الفرنسي كاين لو بي اس جي وبعد كاين لي زوتر زيكيب.